بنت الملك المجرم الحسن الثاني. الحسن الثاني هذه بنته من علاقة غير شرعية، والملك المجرم ما عمره اعترف بها انها بنته. هذه بنت الحسن الثاني كانت طالبات باش تتلاقى مع الاخ ديالها، الملك المفترس محمد السادس. واحد الوقيته غبرات، ولكن اليوم الجديد في الامر هو ان هذه السيده هذه جد مصممه، باغا الحقيقه تبان للعالم. هذه الانسانه هذه كتقول لهم انها هي فعلا بنت الحسن الثاني، وكتاكد هذا الشيء وكتعطي دلائل واثباتات على هذا الشيء هذا. كتعطي دلائل على العلاقه ما بين الملك المجرم الحسن الثاني وما بين الام ديالها. وهنا كتجمع الملكيه والملك المفترس وكتركنهم في الزاويه بلجوئها الى القضاء البلجيكي، وكتطلب انها دار لهم خبره طبيه لاديان باش يشوفوا فعلا واش الملك المفترس خوها او لا ماشي خوها. وهذه السيده هذه هي متاكده جد متاكده بان الحسن الثاني باها. ولكن هنا الخطوره الامر الخوتو، هنا حلوا معنا عقلكم مزيان ان القضاء البلجيكي فايت له احسن في واحد القضيه. خرجت واحد البنت كتقول لهم ان هذا الاب ديالي. ملك بلجيكا قالت لهم الاب ديالي، وطلبت انها دير هذه الخبره ديال لاديان. والقضاء البلجيكي فرض على الملك انه يدير لاديان، وفعلا الملك دار لاديان وصدقات ديك البنت بنت الملك ديال بلجيكا، ودخلوها للعائله الملكيه، ولات فرد من افراد العائله الملكيه. السيد اعترف بالبنت ديالو صافي. هنا الخطوره في الامر الخوت، خطوره الامر، وهذا الشيء اللي خايف منه الملك المفترس. Alors maintenant, on va parler de notre tome 3 de mémoire, votre enfance au Maroc. J'ai cette histoire incroyable que le roi du Maroc était un enfant illégitime. Alors racontez-nous, ça Un enfant illégitime. Oui, Hassan II. Voilà. Oui, bien sûr, il est le fils du Glaoui el-Pacha au lieu d'être le fils de Mohamed V. Donc je dis bien que la rivière dynastique alaouite a été déviée par les Français. هذا الخوت جيرار فوري ولد الطبيب الخاص ديال الملك محمد الخامس، واللي كيقول وكيأكد ان محمد الخامس ماشي هو الاب ديال الحسن الثاني، وان الاب ديال الحسن الثاني هو تهامي القلاوي. وهذا الشيء هذا قالوا في جميع المنابر الفرنسيه والدوليه، وما عمر النظام الديكتاتوري او الملك محمد السادس ما عمرهم دعاو هذا السيد هذا. والخطير في هذا الشيء هذا واللي خايف منه الملك محمد السادس في القضيه ديال هذه السيده هذه، ماشي هو انها دير التيست ديال لاديان وتصدق انها اختو. هذا ماشي هو المشكل. المشكل هو انه في التيست ديال لاديان يبان ان الجد ديالهم هو التهامي القلاوي وماشي هو محمد الخامس، لان في هاد لي تيست ديال لاديان راه كيجبد لك السلاله ديالك كامله.